حضرتك اليوم نحن لدينا رئيس فاضل منتخب هو السيد الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر، ينتمي إلى ما يعرف باسم تيار الإسلام السياسي، أساسه الفكري من جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة. كيف تقرأ مشهد فوزه، وما هو انطباعك أو رد فعلك على هذا تولي إنسان ينتمي إلى تيار الإسلام السياسي سدة الحكم لمصر لأول مرة في تاريخها المعاصر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا في مفاجأة بالنسبة لي أنا كانت كبيرة جدا، وهي أن أنا اكتشفت أنه الجماعة نسميهم مثقفين أو النخبة أو الحدثيين أو الليبراليين ما كانش عندهم أي فكرة عن إيه هو نوع فكر الإسلاميين، ما يعرفوش خالص، وبالتالي هم في ذهنهم أوهام متصورينها وبيتكلموا عنها، هي لا تطابق الحقيقة. وبالتالي فأنا شايف أنه فوز حد من الإسلام السياسي هيكون فرصة كويسة جدا لإيضاح صورة على نحو قد يكون مدهش. وأنا قرأت في بعض الصحف من يعني الكلمات والمقالات والأعمدة إنه حد يقول إن أنا فوجئت بنوعية خطاب الدكتور محمد مرسي بعد الفوز أنه خطاب كذا وكذا وكذا. أنا بالنسبة لي ده مش مفاجئ، هو أنا عارف، فبالتالي هو الناس متصورة أشياء، بينما هم التيار الإسلامي السياسي في الحقيقة هو مش عايز كده خالص. يعني فعلا هم ناس منهجيين حداثيين عندهم فكرة، ولكنها مستندة إلى أنه أنا مش لازم أتوغل في الحرام علشان أبقى مواكب للعصر، بس بمنتهى البساطة. دي نقطة. النقطة الثانية أنه في الحقيقة أن تولي رئيس من تيار الإسلام السياسي هيستدعي مبدأ أو هيستدعي شيء تاريخي اللي هو الصراع على السلطة. هو مش داخل والسلطة تبعه، في ناس وبالعكس في مخطط، في مشكلة عايزين يعملوا له مشكلات. واحنا يا أستاذ عماد تعرف حضرتك أكتر مني إنه تاريخ مصر كله كده. يعني عبد الناصر لما قامت الثورة قعد فترة في مسألة إنه ينظف الناس اللي لهم سلطات جنبه، يقعد يشيل فيهم إلى أن ينفرد بالسلطة. أما فات 16 سنة من 54 بقى ل70 وتولى السادات، كانت مشكلته نفس الموضوع، أنه يشيل الناس اللي لهم سلطات جنبه ويحاول يعمل توازن سياسي في المجتمع لحد ما ينفرد بالسلطة. حسني مبارك لما تولى الحكم قعد بدرجة أقل، لكن قعد أول 8 سنين عنده مثلا الجيش في موضوع في أبو غزالة وفي الإسلام السياسي اللي أو الجهادي اللي بيرفع السلاح، فقعد 8 سنين لحد برضه ما استقرت الأمور، وبدأ من سنة 88 يتغير. إحنا النهاردة أمام أول رئيس في تاريخ مصر كلها منتخب من الناس، أو يعني أول حاجة، بالتالي هياخد وقت طويل، وده عنصر المشهد الأساسي. هياخد وقت طويل ان الناس اللي موجودين اللي هيشكسوه موجودين، فهياخد وقت الى ان تستقر الصورة. انا الحقيقة وصيتي فعلا له انه لا يكون محصلة للضغوط. ما فيش حاجة اسمها ضغوط، لانه هو الان قوي، وكل ما هيفوت وقت بالعكس هيضعف. وانا متاكد انه سواء ده هو كان المفروض المعادله الناس تعتقد انه بالعكس، انه الان لسه بيكون نفسه في السلطه او بيصنع قواعده، وانه بعد كده سيقوى. حضرتك بتقول الان هو قوي طبعا، لا وبعد ذلك يضعف. الان هو مؤيد شعبيا. الان اول ما انتخب حتى رأس المال الجبان شعر بالاستقرار والبورصة ارتفعت. حتى الناس العادية في الشوارع اللي كانت قفلت المحلات وقفلت بوابات العمارات الحديد فتحتها خلاص اطمأنت. حصل طمأنينة. الطمأنينة دي موجودة دلوقتي، وهو رئيس دولة. لو كل ما هينتظر تأكد حضرتك ان القوى الخفية بتسعى الى انها تعمل له مشكلات،
هو في الحقيقة عشان كده أنا متضايق من إيه؟ من إنه يعين مستشارين ونواب ومساعدين نتيجة الضغوط